قبل ما اقول لك على اختراع النهارده اللي جاي لك بيه، عايزه اقول لك بس ان انا واحده من الناس كان عندي مشكله في موضوع تقوير البتنجان والكوسه. علشان كده كنت كل ما اشوف مقوار طالع جديد اقول بس المقوار ده هو اللي هيحلها، وفي كل مره كنت برجع اجرى ازيال الخيبه زي ما بيقولوا، لحد ما لقيت الاختراع اللي انا بحطه قدامكم ده. عايزه اقول لكم ساحر، انا مش عارفه اللي عمله كان بيفكر فيه لما عمله. انا بدعي له من هنا لحد ما اخلص كل مخزون البتنجان والكوسه اللي في العالم، لان خلى موضوع تقوير الكوسه والبتنجان سهل بشكل انتوا مش متخيلينه. تعالوا كده مع بعض اوريكم بيشتغل ازاي، وليه انا فرحانه قوي كده، وليه متحمسه وانا بستخدمه. هوريكم الاول انا كنت بستخدم ايه وانا بقور، لان اللي فاتوا دولت ما كانوش نافعين معايا بالمره. كنت بستخدم المقور العادي، وطبعا كان بيطلع عيني وانا بعمله. عايزه افكركم بس لايك وشير وابعتوا الفيديو لحبيبكم، علشان بجد بجد الاختراع ده يستاهل. هو ده يا جماعه، بمجرد ما بتمسكوها وتلفوها كده في قلب البتنجانيه بتطلع بلحم البتنجانيه، وبيجي ب3 مقاسات. ده اصغر مقاس فيهم، وزي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك ساحر. بصي، بمجرد ما انت بتخشي بتدخلي كده للاخر، وبعدين تروحي لفه لفه عكسي وتسحبي، اتفرجي بقى على السحر. بصوا بقى، والله يا جماعه سحر. يعني انا يعني احكموا انتوا، هوريكم اكتر من واحده عشان تحكموا. طبعا البتنجان يكون ناشف، ما يكونش طري، يكون قاسي. بتروحي لفه لفه عكس كده اول ما توصلي للنهايه، وتسحبي كده وتفرجي بقى على السحر. بصي، من مره واحده بس ولا وجع قلب. طبعا للاسف عيبه ان اصغر حجم فيه ما يناسبش الاحجام الصغننه اللي زي اللي انت شايفاها دي، فبتضطري تلجئي للمقوار العادي بتاعنا. جربت استخدمه مع الكوسه وبهرني بقى اكتر من البتنجان. بصوا بقى يا جماعه، ولا اتعورت ولا اتشرخت ولا اتفتحت، رغم ان الكوسه كانت طازه جدا وكانت حلوه كده، وصعب ان احنا نتعامل معاها بالمقوار العادي. شايفين يا جماعه السحر؟ يعني انا احكموا انتوا بنفسكم. طبعا ده آسر ابن اختي اصر ان هو يجرب معايا واحده، واول مره امن ان حد يمسك مقوار ويستخدم الكوسه ويقورها بمنتهى السهوله. بصوا هو نفسه كان منبهر بصراحه. طبعا الحركه بتاعت آسر دي شجعت بقيه الاطفال بتوع العيله ان هم كمان يدلوا بدلوهم ويجربوا هم كمان زي ما انتم شايفين. طبعا ما حبيتش اكسف حد، اللي عايز يجرب يجرب، بما ان الكوسه مش هتبوظ ولا هتخسر ولا هتتفتح، فخليتهم يجربوا. انا كنت جايباه منين يا جماعه؟ والله هو كان موجود على شيء ان تقدروا تاخدوه صوره وتحطوه في السيرش كده، هتلاقوا فيه جروبات كتير قوي بيبيعوا. انا مش متذكره انا كنت جايباه منين، بس انتوا دوروا عليه هتلاقوه، لانه بقى منتشر كتير قوي اليومين دول. ممكن كمان تلاقوه في النزهه. بجد والله يا جماعه يعني اختراع. كان تقريبا سعره عامل 100 جنيه غالبا، يعني كان عامل 100 جنيه. انا لو اعرف بيتباع فين هقول لكم، بس للاسف انا ناسيه لان انا جايباه بقى لي سنه. ولكن طبعا كل ده كده بالسلامه، وهو ده اللي هيفضل معايا ومكمل الفتره اللي جايه كلها. انا مش عارفه الاحجام الكبيره دي بيعملوا بيها ايه، بس لحد دلوقتي الحجم اللي على الشمال ده هو اللي ينفع معايا 100%. لو عجبك الفيديو بقى لايك وشير، واتمنى لك كل خير، وتحياتي ليكي دايما رشا الغفير.